جوه كل واحد فينا صوتين بيتخانقوا. صوت العقل بيقول لك فكر، خطط، استنى، والقلب عايزك تفكر دلوقتي. والسؤال اللي هيطاردك دايما، لو سمعت عقلك هتخسر قلبك، ولو سمعت قلبك هتخسر حياتك. في برنامجنا هنعرف ندمج ما بين العقل والقلب ونطلع أحسن نتيجة. مشاهدينا الكرام، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج عقل وقلب. النهاردة تجربة فريدة ورحلة غريبة خالص على دماغك وعلى ذهنك وعلى تفكيرك في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي دي، ولكن هي ممتعة جدا. فحاول تكمل معايا الحلقة وانت بتشرب كوباية قهوتك وتشغل خيالك 100% طول الحلقة. مش واخد بالك ان الفترة الأخيرة ابتدت الجرائم تبقى منظمة أكتر؟ مش هقول لك الجرائم بدأت تزيد، لا، الجرائم أصلا زيادة، ولكن الفترة الأخيرة الجريمة بقت منظمة أكتر. الناس بقى عندهم أسلحة أكتر، بقى عندهم فرايتي أكتر، بقت دماغهم أكتر شر وإجرام. مش واخد بالك ان احنا نادر قوي لما كنا نسمع عن جريمة قتل في مصر منظمة مرتبة معاه معدات زي منشار، زي قطر، زي مش عارف ايه. نادر قوي لما كنا نسمع عن الكلام ده، كان واحد بيقتل واحد بسكينه والموضوع انتهى. كنا نادر قوي لما نسمع ان واحد قتل واحد بمسدس، ولا بعد ما قتل عمل حاجه في الجثه، شرحها، كب عليها ميه نار، اغتصبها، عمل مش عارف ايه. الحاجات دي كلها ما كناش بنسمع عنها، ولكن مؤخرا خلال 10 12 سنه اللي فاتوا دول بدانا نشوف الجرائم بشكل مختلف. اللي بيعمل الجريمه بقى عنده طاقه اكتر، بقى عنده قوه اكبر، بقى معاه اسلحه اكتر، بقى دماغه متفتحه اكتر للحاجه اللي هو بيعملها. يا ترى ايه سبب الموضوع ده؟ خليني اشرح لك الاول ان السبب في الموضوع ده مش الدافع للجريمه، ولكن السبب في الموضوع ده حاجه كبيره جدا 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 كانت موجوده بره مصر، وبقالها مئات السنين موجوده بره مصر وبيستخدموها بره مصر باستمرار، ولكن هي بدات تخش عندنا شويه شويه، وهي الدارك ويب. ايه هو الدارك ويب؟ خليني اشرح لك من البدايه للنهايه، ولو قعدت معايا طول الحلقه هتفهم ايه هو الدارك ويب بالتفصيل الممل. من البدايه خالص، احنا عندنا 3 انواع من الويب. عندنا سيرفيس ويب اللي هو اللي احنا بنستخدمه الفيسبوك والتيك توك والانستجرام والحاجات بتاعتنا دي، وعندنا الديب ويب. الديب ويب ده اللي هو مستشفيات، البنوك، الحاجات اللي بيستخدموها المستشفيات والبنوك. وعندنا الدارك ويب، وده 91% من الانترنت. يعني احنا بنستخدم الانترنت، كل اللي احنا بنستخدمه، كل المواقع اللي احنا بنخشها، وكل الاستخدامات بتاعتنا وحياتنا والدنيا اللي احنا عمالين نعملها دي، ما يجيش 9% من الانترنت يقدر يعمله. طيب ايه الدارك ويب ده؟ الدارك ويب ده شبكة مخفية. الشبكة دي اتعملت من الحكومة الفيدرالية عشان خاطر محدش يعرف يتتبعهم، محدش يعرف يوصل لهم، محدش يعرف يعمل لهم حاجة وقت الحروب. ده كان الهدف الأساسي من الدارك ويب. طب أي حد يقدر يخش على الدارك ويب؟ في متصفحات معينة بتدخل على الدارك ويب. مش كل المتصفحات هتقدر تدخلك عليه، ومش كل الناس هتقدر تخش عليه، ولو ربنا كرمك وعرفت تخش ممكن تعمل مصيبة. يعني في شاب أمريكي دخل على الدارك ويب بعدها بأسبوعين اتحبس. فأنت فكرة الدارك ويب دي هي فكرة خطر جدا، ممنوع أصلا الاقتراب. طيب الدارك ويب أساسا كان معمول، قلت لك، عشان خاطر الحكومة الفيدرالية عملته عشان خاطر الحروب والحاجات دي، عشان ما حدش يعرف يمسك عليهم حاجة، ما حدش يعرف يتتبعهم. ده كان الهدف الأساسي منه، فكان الهدف الأساسي منه خير. ولكن المافيا، ولما أجي أقول لك مافيا أنا مش بتكلم على شوية صيع. يعني في ناس لما باجي اقول لهم كلمه مافيا او مافيا عملت كذا، بيجي في دماغهم ان المافيا دول شويه بلطجيه، ناس ماشيين في الشارع باسلحه وعمالين يقتلوا في الناس. المافيا دي بتكون منظمه كبيره جدا. المنظمه دي بتضم دكاتره واساتذه جامعه ومهندسين وناس تقيله جدا جدا جدا، وبيحركهم شويه ناس من التقال جدا اللي بيتعاملوا بقى باسلحه وقوه ومش عارف ايه. فالمافيا دي تقدر توقع اقتصاد بلد وتقوم اقتصاد بلد. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اخلي اقتصاد زي اقتصاد امريكا مثلا متوقف على بيع، طبعا ده مش حقيقي بس انا بديك مثل، يعني متوقف على بيع الايفون، اوقع اقتصاد امريكا بان انا انزل تليفون اقوى من الايفون وامكانياته احسن من الايفون بسعر اقل بكتير جدا. فحتى الحكومات بره بتعمل للمافيا شويه حساب، عشان كده بيتسمى مافيا. ورئيس المافيا او رئيس مش عارف ايه ده بيتعمل له 1000 حساب، وبيكون معروف ومحدش بيقدر يقرب له، لان هو فعلا حرفيا ممكن يأذي البلد. تعال نرجع بقى لموضوعنا تاني، ان هم بدأوا يستخدموا الدارك ويب ده في حاجات منافية للآداب تماما، حاجات مش ممكن أي عقل بشري يتوقعها. حاجات زي القتل والسرقة والمخدرات بجميع أنواعها، وبجميع أنواع التطرف اللي ممكن يحصل فيها. يعني مش قتل عادي، مش واحد بيقتل واحد، ده بيتطلب حاجات معينة في القتل. أنا عايزك تقتل لي طفل 2 سنين، أنا عايزك تقتل واحد وتطلع قلبه، أنا عايزك تقتل واحد وتشد مش عارف مصارين. حاجات يعني مفيش عقل بشر ممكن يتخيل، حاجات صعبة جدا 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 على دماغك. طيب ايه الهدف من الفكرة نفسها؟ يعني ايه الهدف من ان انا اقتل حد وانزله على الدارك ويب؟
في ناس مريضة نفسيا بتحب تشوف الحاجات دي، بيحب يشوف ان واحد بيتقتل قدامه، واحد بيتعذب قدامه، قطة صغيرة بقى حد بيدوس عليها بجزمة او بيحطها في خلاط او بيرميها من حتة عالية، كلب صغير بيحصل فيه نفس الكلام. الموضوع انت ممكن مخك ما يستوعبوش، ممكن تحس ان الموضوع صعب جدا، جسمك يترعش وانت بتسمع الكلام ده، ولكن الكلام ده حقيقي وفي ناس بتطلبه وبتدفع فيه آلاف الدولارات. طيب الدارك ويب ده منصة كبيرة جدا زي سوق وجوميا والحاجات دي، بيتبيع فيها كل حاجة ممكن عقلك يتخيلها ليها علاقة بالإجرام، زي مثلا أسلحة بجميع أنواعها، بيبيع بني آدمين، بيبيع أمهات وأبهات وأطفال، بيبيع مخدرات، بيبيع حسابات وبيانات وصور شخصية الأكاونتات وواتساب وفيسبوك، بيبيع صور حضرتك ممكن تتاخد أصلا وتتحط على الدارك ويب ده وحد ياخدها. أنا مش فاهم هما بيعملوا بيها إيه أو الدافع من ورا الموضوع ده إيه، بس بيتاخد الحاجات دي وبتحتفظ بيها وبتكون بيانات موجودة وموثقة على الأكاونت ده، وفي ناس بتخش تشتري. حاجة تانية بقى، الناس المتشردين اللي موجودين في الشارع اللي ما همش أهل ومأوى، الناس دول بيتباعوا على الدارك ويب وبيتعرف اماكنهم كويس جدا. ليه بقى الناس دي بيكونوا صيدة سهله، او بيكونوا الناس دي بيشتروهم او بيحبوا ان هم يتعاملوا معاهم؟ لان الناس دي لو حصل لهم حاجه ما حدش هيسال عليهم حرفيا. انا عايز واحد اخده اقتله مثلا او اعمل فيه جريمه، فانا عايز واحد ملوش اهل، ما حدش يروح يبلغ يا جماعه والله انا والدي مختفي من امبارح. تمام. غير كده بقى في سيرفيس الدارك ويب بيقدمها، زي ان هو يخليك تديله صوره حد وتقول له اقتله لي اقتله لك، انت مش عارف مين القاتل، ولكن انت بتتعامل مع شبكه مخفيه، ولا هو يعرفك ولا انت تعرفه. والله في فلان الفلاني شغال في حته فلانيه، انا عايزك تقتل لي الشخص ده، وبيحصل. طبعا الكلام ده مش في مصر، انا بتكلم على بره مصر. فالقصه مرعبه وكبيره فوق ما عقلك يتصور. الموضوع صعب وكبير جدا 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 وله شعب كتير جدا. انت لو قعدت احكي لك من هنا لبكره ايه الحاجات اللي بتحصل على الدارك ويب انت مش ممكن تتخيل. يعني في حاجات كتير جدا لو كتبت على اليوتيوب دارك ويب انت جسمك مش هيتخيلها او مخك مش هيتخيلها. كانوا جايبين راجل قاعدين طابخين مراته وبياكلوها له. انت متخيل الرعب اللي الناس دي شغاله فيه؟ ناس بتتعامل بلا قلب بلا ضمير بلا دين. الموضوع مرعب بشكل قوي جدا. تاني حاجة بقى، هو ممكن يعلمك ازاي تخترق اكونتات، بيديك خطة كاملة للاختراق، بيديك خطط نصب جاهزة كاملة. انت متخيل؟ بيديك خطط سرقة جاهزة، بيديك كل حاجة ممكن تتخيلها، بيانات بنوك، بيانات مستشفيات كبيرة، بيسهل لك عملية الإجرام. يعني بمعنى أصح الدارك ويب ده مدرسة مخفية للإجرام، بيتعلم فيها المبتدئ وبيتطور فيها المحترف. ليه الدارك ويب ده بيخلي الناس بالشناعة وقوة يعني الظل الأسود للنفس البشرية ده؟ ليه الجانب السيء قوي من البشر ده والنفس السودة دي بتظهر على الدارك ويب؟ خليني أسألك سؤال كده قبل ما أجاوبك على الحتة دي. مش واخد بالك إن في الفترة الأخيرة الفيسبوك فعل ميزة اسمها إن أنت تبقى مجهول الهوية؟ طب أخدت بالك الفترة دي، أو أخدت بالك الموضوع ده خلى الناس يكتبوا كومنتات عاملة إزاي؟ كلها شتيمة، كلها ألفاظ، كلها هجوم. ليه؟ لأنه عارف إن محدش هيعرف هو مين، عارف إن محدش هيجيبه، عارف إن هويته الأساسية مخفية. ودي قصة الدارك ويب حرفيا، إن هو عارف إن محدش عارف هو مين. جامعة ستانفورد عملت بحث وعرفت إن 87% من الناس لما بيحسوا إن هم مجهولين الهوية أو إن هم مش معروفين، يعني السواد اللي جواهم بيبان اكتر، الحقد والغل والنفس البشريه السوداء عندهم بتبان اكتر. فدي مشكله كبيره جدا 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 بتبان. طيب ازاي انا اامن نفسي ضد الدارك ويب؟ اولا انت مش هتعرف تامن نفسك ضد الدارك ويب. يعني لو حد عايز يوصل لبياناتك هيوصل لبياناتك ايا كانت. هو بيوصل للاي بي بتاع جهازك، ممكن يهكرك بطريقه بسيطه جدا، صوره على الواتساب، لينك، مش عارف ايه، حاجات بسيطه جدا. انت ممكن حد يبعت لك صوره على الواتساب من غير ما تفتح الصوره، مجرد ما تفتح الشات الواتساب يفتح وتلاقي اللي دخل على التليفون بتاعك. طيب اعمل ايه انا بقى؟ اولا ما تحطش اي صور شخصيه على الفيسبوك، على الواتساب، على الماسنجر، اي حاجه من الحاجات دي شيل منها صورك الشخصيه. طب الموبايل نفسه بقى ما تحطش صور حساسه. بحس ان البنات مش مدركين الحته دي، تلاقيها حاطه صور بلبس بيت، حاطه صور مش عارف بطقم اخضر راحتها فيه. طب انت ليه بتعملي كده على موبايلك؟ موبايلك ده على فكره ممكن في ثانيه يبقى مش ملكك. يعني انت وانت ماشيه في الشارع حد شد منك الموبايل، خلاص الموبايل ما بقاش بتاعك، ياخد الداتا دي يبتدي بقى يبتزك او يهددك او ايا كان اللي هيحصل. فحاولي على قد ما تقدري ما تشيلي حاجات من على الموبايل ملهاش اي 60 لازمه. يعني حاول على قد ما تقدر اي حاجه حساسه انت حاططها على الموبايل خاصه بيك تشيلها فورا، لان ده فعلا خطر جدا. طيب خليني اخدك بقى معايا في حته ازاي احافظ على نفسي.
اول حاجه ما تفتحش اي لينك غريب زي ما اتكلمنا في حلقه الاختراق بتاعه الانترنت. تاني حاجه ما تحطش اي صور حساسه. تالت حاجه على قد ما تقدر ما تتعاملش مع اي حد انت ما تعرفوش. اي حد انت ما تعرفوش بشكل شخصي ما تتعاملش معاه نهائي. اي حد على الفيسبوك باعت لك حتى لو بيكلمك في شغل او بيكلمك في حاجه لازم تتاكد من مصدره. اي حاجه ليها علاقه بوظيفه هتقبضك 15 20 الف جنيه في الشهر في بنك في شركه وي في شركه فودافون في مش عارف ايه، خش املى اللينك عشان تقدمها، ما تقدمهاش. اي واحد عامل اعلان قوي جدا وبعت لك لينك بيقول لك خش قدم هنا، ما تحطش بياناتك لحد ما تعرفوش، دي بياناتك الشخصيه. والمصيبه السوداء ان انت بتخش تحط رقم بطاقتك ورقم عنوانك، وايه اللي انت بتعمله ده؟ انا مش فاهم. الادراك عندنا في مصر قليل جدا من ناحيه الحاجات دي. لو حد هاكر عايز يهكر اي حد مصري فهو صيده سهله بالنسبه له، فحاول على قد ما تقدر تخلي بالك كويس جدا من الجزئيه دي. يلا بينا بقى نخش على الجزء الثاني من الحلقه. الجزء الثاني من الحلقه هو ان احنا هنخش جوه عقل المجرم ونشوف وهو بيعمل الجريمه بيعملها ليه وازاي. خلينا نخش جوه عقل اكثر شخصيه انت ممكن تقابلها، ويمكن الموضوع انتشر بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت. تفتكر المتحرش سواء بيتحرش ببنت او بيتحرش بطفل بيكون شايف الموضوع من وجهة نظره ازاي؟ او هل هو بيتحرش بأي حد ولا هو بيختار ناس معينة يعمل معاها كده؟ لا، هو المتحرش ده خلينا نخش جوه عقله كده ونسأل نفسنا سؤال: هو ليه بيعمل كده؟ ايه الدافع ورا كده؟ وهل هو بالنسبة له الموضوع بيختار ناس معينين ولا أي حد؟ لا، هو بيختار ناس معينين ودي مفاجأة. في ناس بيكونوا بالنسبة له صيدة سهلة، يعني ممكن نلاقي واحدة منتقبة أو لابسة خمار أو لابسة لبس واسع جدا وتلاقي واحد راح يتحرش بيها. هل اللبس هو السبب؟ هل اللبس هو كان السبب إن هو يتحرش بدي؟ لا. طب هل الحالات دي بتحصل بعدد قليل؟ لا، بتحصل بعدد كبير جدا، بعدد مهول. فخلينا نجاوب على السؤال اللي الناس كلها بتسأله لنفسها والناس كلها بتحتار فيه: هل لبس البنت هو السبب الأساسي في التحرش؟ لا. المتحرش بيفكر بطريقة تانية خالص. المتحرش بيشوف الضحية اللي هو بيتحرش بيها عبارة عن شخصية. هل دي هتتكلم لو أنا قربت منها؟ هل الطفل ده هيتكلم لو أنا قربت منه؟ هل ممكن يعمل شوشرة؟ هل ممكن يعمل دوشة؟ ولا هو هيخاف ويسكت؟ فبيختار كويس جدا 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 الضحية اللي هو هيتعامل معاها. اول حاجه الضحيه الساكت اللي ما بيتكلمش خالص، فالطفل بيبقى باين عليه صوته واطي هادي مؤدب منعزل ما بيتكلمش مع حد، فده بيكون بالنسبه له صيده قويه جدا وسهله جدا. البنت بيبقى واخد باله من تصرفاتها كويس جدا ومراقبها مثلا 10 دقائق ربع ساعه، عمال يشوف هل هي خجوله، هل هي بتتكسف، هل هي مش عارف ايه. لو حس ان هي ممكن تعمل شوشره او ممكن تقول عليه او ممكن اي حاجه من دي تحصل بيخاف جدا وما بيقربش منها. لو لقى ان هي ساكته وما بتتكلمش بيقرب ويجرب. والموضوع بالنسبه له ما بيكونش بشكل مباشر، يعني ما بيخشش يعمل الفعل اللي هو عايز يعمله بشكل مباشر، ده هو بيمهد له بطرق كتير جدا، سواء بنظره او بكلمه او بخبطه صغيره او مش عارف ايه. بيشوف رد فعل اللي قدامه، لقى اللي قدامه سكت بيكمل في اللي هو بيعمله. فاكبر غلطه انت ممكن تعملها مع حد ان انت تسكت او تعلم ابنك ان هو يسكت. فانت النقطه اللي احنا بنتكلم فيها كويس جدا ان انت ربي طفلك من وهو صغير ان هو يكون ليه رد فعل، ورد فعل عدائي جدا تجاه اي حد يلمسه او اي حد يعنفه بطريقه وحشه. تاني حاجه ان هو يبلغ اهله يقول لهم: يا جماعه انا بيحصل معايا واحد اتنين تلاته. لازم تدي الطفل شخصيه، لازم الطفل يكون شخصيه قويه جدا. يعني الاهل بيكونوا سبب كبير جدا في اللي بيحصل لاولادهم وهم مش واخدين بالهم منه. ممكن الطفل يكون بيتكلم واتنين كبار بيتكلموا: بس حبيبي انت لسه صغير، لما تكبر. انت كده كتمت شخصيه الولد. ممكن الطفل يجي يكلمك في حاجه، وطبيعي جدا ان طفل يكون مخه كبير جدا فيحاول يالف ويكذب ويقول لك انا عملت كذا وخليت كذا. ما تقولوش انت كذاب، انت كده مش بتعلمه ان هو غلط. انت كده كل ما يجي يقول لك حاجه بعد كده حتى لو حاجه دي صدق، انت هتخلي الطفل ما يقولها لكش، هتخلي الطفل خايف من رد فعلك. لما يجي الطفل يحكي لك على مصيبه عملها او قصه كبيره عملها، استوعب الموضوع ده بشكل ان ده طفل وانت اكبر منه، فهو تفكيره غير تفكيرك. واستوعب ده واديله مساحته وروح صلح مع الموضوع عشان يتعود ان هو يجي يحكي لك على كل حاجه. ولكن فكره تعنيف الطفل لما يجي يحكي لك على حاجه انت كده بتاذيه بشكل مباشر. طيب المتحرش ده بيشوف الناس شبه ما احنا بنشوفهم؟ يعني انت والمتحرش بيكون عندك نفس النظرة للبنت او الطفل الصغير؟ مستحيل. ده مخه يعني اتعمل ابحاث على الناس المتحرشين يشوفوا دماغهم ماشيه ازاي، تفكيرهم غير تفكيرك. يعني اكبر جمله بيتقالها لما يتمسك ويجي يتعنف ويتعاقب فيها: يا جماعه ما الناس كلها بتعمل كده. هو شايف ان دي حاجه طبيعيه. هو مش بيشوف الفريسه اللي قدامه او مش بيشوف الضحيه اللي قدامه على اساس ان هو بني ادم. هو ما بيتعاملش معاك ان انت بني ادم نهائي، هو بيتعامل معاك كأن ذئب شايف قطعة لحمة. هو بيتعامل معاك ان انت اوبجكت. دي مشكلة كبيرة جدا. هو بيتعامل ان انت بالنسبة له مش بشر، ما عندكش لحم ودم، ما عندكش احساس، ما عندكش تفكير.
فدي كارثة بتبقى موجودة جوه شخصياتهم هم. ولما الأبحاث اتعملت عليهم اكتشف إن هو مخه بيتوقف تماما لما يجي يعمل فعل زي ده. لما يجي يعمل حاجة زي كده مبيبقاش بيفكر خالص. قبل الفعل ب5 ثواني بيكون عنده تفكير، ولكن في 5 ثواني اللي هو بيعمل فيهم المصيبة السوداء اللي هو عملها دي مخه واقف تماما. بيبقى اللذة غالبة على العقاب. فخليني أسألك سؤال كده، هل أنت عمرك لذتك غلبت على العقاب؟ مستحيل يكون لذتك غلبت على العقاب. هل أنت بتشوف البشر بشر ولا بتشوفهم مجرد أداة تقدر تعمل بيها حاجة؟ لا، أنت بتشوف البشر بشر، فأنت نفس سوية، ولكن التاني ده مش نفس سوية. طيب ايه اللي بيخلي المتحرش يعمل كده اصلا؟ يعني ايه الدوافع اللي بتخليه يعمل كده نفسيا؟ دلوقتي انا جات لي عندها طفل عنده 11 سنة، قالت لي انا ابني بيبص للبنات بطريقة مختلفة، حتى الناس الاكبر منه بيبص لهم كده بطريقة انا خايفة منها. فلما قعدت اتكلمت مع الولد اكتشفت ان عنده حاجات، ولما قعدت اعمل سيرش كويس جدا اكتشفت ان فعلا دي الدوافع اللي موجودة عند اي حد في الدنيا متحرش او مغتصب او بيعمل اي جريمة من الشكل ده. اول حاجة عنده، يعني الحدود دي مفيش حاجة اسمها حدود، مفيش حاجة اسمها حدود شخصية، مفيش حاجة اسمها مسافة بيني وبين اللي قدامي. هو واللي قدامه متعودين يلزقوا جدا مع بعض، والبيت معوده على كده. يعني بابا وماما معودينه ان التلامس ده حاجة عادية جدا. هو واخوه يحضنوا بعض، هو واخوه يحطوا ايديهم على بعض، بابا طول الوقت حضنه، ماما طول الوقت حضناه. ما كلمهوش قبل كده في حتة ان في مسافة المفروض تكون بيني وبين الشخص. تاني حاجة عنده تشوه ادراك للجنس، هو شايف الجنس بشكل مختلف خالص. يعني اهله معودينه ان الجنس ده حاجة عيب وحرام ومش عارف ايه، وضاغطينه جامد جدا وشادين الولد، فهو الممنوع مرغوب حرفيا. هو بالنسبه له دي حاجه انا نفسي اجربها، نفسي اعملها، فبيعمل الحاجه دي بشكل اقوى بكتير جدا من اي حد واعي ومثقف وفاهم وكل حاجه. يعني انا لو منعت ابني عن الحلويات وقعدت اقول له لا يا حبيبي ده غلط وده حرام ومش عارف ايه، اقرب حد هيديله حلويات هياخد منه طبيعي جدا. تالت حاجة ان هو عنده حتة في مخه اللي انا قلت لك عليها دي، اللي هو مش بيشوف البني ادمين بني ادمين، فهو محتاج جلسات CBT باستمرار، محتاج حد يقعد معاه يفهمه ده بني ادم وبيحس زيك ومش عارف. هو ما عندوش الكلمة دي، ده مش موجود جوه دماغه. هو شايف الموضوع بشكل مختلف خالص عن اللي انت بتشوف فيه الناس، فهو محتاج يتعالج نفسيا ويخضع لجلسات CBT بشكل مستمر، اللي هي جلسات تعديل السلوك، ويتحط في مصحة كمان عشان يبتدي ان مخه ده يتهيأ بشكل كويس. ففي حاجات كده معينه بتكون باينه على الشخص المتحرش، نظراته بتكون صائبه وقويه جدا غير اي حد. يعني ممكن حد يبص للبنت بصه كده ويدار وشه، لا ده بيبقى واقف سرحان ومتنح ودماغه راحه في 60 داهيه مع الموضوع ده. فانت لو لقيت حد من الاطفال القريبين منك بدأ خصوصا في سن البلوغ ده اللي هو 6 ابتدائي أولى إعدادي، بدأ يعمل الحركات دي، حاول على قد ما تقدر تقعد تتكلم معاه وتفهمه وتوعيه وتكبره. والموضوع ده كده كده عاجلا أو آجلا هيعرفه. يعني فكرة إن أنا أمنع ابني عن حاجة وإن أنا معرفوش الحاجة دي وإن أنا أفهمه إن أنت لو قربت منها هيحصل لك مش عارف إيه، ده أكبر خطر أنت ممكن تعمله مع ابنك. بالعكس، دلوقتي في إنترنت، إحنا ما بقيناش زي زمان خالص، مفيش حاجه هتتدارى، كل حاجه هتبقى واضحه وباينه 100%. فحاول على قد ما تقدر ان انت توعي ابنك توعيه سليمه وتكون شخص مثقف وتطلع ابنك شخص مثقف تجاه الموضوع ده. انا كده لميت لك الموضوع كله بشكل كامل. خلينا نخش على اللي بعده. ايه الفرق ما بين شخص حرامي وشخص نصاب؟ عمرك فكرت في الفكره دي؟ انت بالنسبه لك الاتنين واحد؟ لا، الاتنين مش واحد خالص. ده ليه دماغ وده ليه دماغ، ده ليه استراتيجيه في التفكير وده ليه استراتيجيه في التفكير، وتعالى اشرح لك الموضوع ماشي ازاي. الفرق بين الحرامي والنصاب ان الحرامي هو مش محتاج غير ثانيه بس عينك تغفل فيها عن الحاجه اللي معاك وياخدها ويطلع يجري، وهو بيديك الثانيه دي. يعني بيخلي حد زميله يخبط فيك وياخد موبايلك، بيخلي حد يشغلك بحاجه وياخد موبايلك، هو بيحاول على قد ما يقدر، محتاج بس اقل من 30 ثانيه يكون مخلص فيها كل اللي هو بيعمله. بيكون حاطط خطه واضحه ومراقبك كويس جدا، والحاجه بتاعته ما بتاخدش اقل من ثواني وخلاص الموضوع انتهى. كل هم الحرامي ان هو ياخد الحاجه اللي في ايدك ايا كان الثمن، ولكن هو ما بيبقاش مدرك العواقب لكده او ما بيفكرش خالص في العواقب لكده. النصاب بقى ده شخص ذكي جدا جدا جدا. النصاب ده ممكن يكون لابس كويس جدا، حاطط برفيوم كويس جدا، طريقه كلامه منظمه، ممكن يكون بيتكلم انجليش ويقف يتكلم معاك ويقنعك بحاجه، وبعد ما يقنعك بحاجه تلاقي مخك اتكلفت في ثواني وخد منك حاجه وماشي على طول من غير ما تحس. الموقف انتهى. يعني انا فاكر في مره ايام الجامعه ولد كان واقف كان بيعيط، ايه يا ابني اللي حصل؟ قال لي والله واحد جه قال لي فلوسي وقعت منك. افهم النصاب بيلعب على ايه. الطمع اول حاجه، الفلوس دي وقعت منك، فصاحبي مش طماع، لا الفلوس مش ما وقعتش مني شكرا. طب اتاكد. لا والله انا معيش اصلا المبلغ ده. يا عم اتاكد بس عشان أنا كنت ماشي اصلا وشايفها بتقع منك. بص قوه الاقناع.
بيحاول يطمعك على قد ما يقدر، ولو انت مش طماع هو بيحاول يلعب على الحته دي. فراح جاي التاني قايل له لا والله انا معيش غير كذا كذا، ده 150 جنيه، معيش غير 150 جنيه، و150 جنيه دول هم اللي كانوا في جيبي ومفيش حاجه غيرهم وقعت مني. راح جاي قايل له ايه، طب اتاكد كده ان الفلوس اللي في جيبك موجوده. قام جاي التاني مطلع الفلوس اللي في جيبه. راح جاي التاني قايل له ايه، طب بص وريني كده الفلوس. راح جاي واخد الفلوس اللي مع صاحبي لففها في ورقه شبه السيجاره كده، وراح جاي قايل له انا ممكن اخد الفلوس دي ما اديهالكش تاني، بس انا يا عم هديها لك. وراح جاي حاطط الفلوس في جيبه، وبعدين راح جاي مطلعها تاني من جيبه وقال له ها اخدها ولا ايه، اهي ها. راح جاي حاططها في جيبه، راح جاي مطلعها تاني من جيبه وراح جاي مديها لصاحبي. خلاص يا عم انا مش هاخدها منك بس تبقى خلي بالك من حاجتك. وراح جاي واخد بعضه وماشي. صاحبي بيفك الورقه اللي لقاها دي لقى سيجاره يعني هو كان في جيبه ورقه تانية غير الورقه اللي هو حطها، وسحب التانية في ثانيه والموضوع انتهى. هل ده حرامي؟ هل هو واخد منك الحاجه وطلع يجري؟ لا، ده واحد واقف اتكلم معاك كتير جدا وخد معاك في الكلام، وانت حفظت شكله وشفت شكله ماشي ازاي وعرفت عنه كل حاجه وخد بعضه وماشي. واحد تاني بيحكي بيقول لك انا كنت في جيم كويس جدا، الجيم ده قابلني فيه واحد شكله منظم جدا ومحترم، وكل اللي يشوفه في الجيم ازيك يا باشا ازيك يا باشا مش عارف ايه، اصل فلان محامي كبير، اصل فلان مش عارف ايه. فالناس كلها خلاص بقوا عارفين الشخص ده بان هو قيمه وقامه والناس عارفاه كويس. فبدأ الشخص ده يقرب لي ويتكلم معايا ومش عارف ايه، وبعد فترة كبيرة جدا من الوقت ابتدى الشخص ده يعزمني على حاجات واكلات غالية في مطاعم كبيرة في مش عارف ايه. فخلاص يعني اتعملت بيني وبينه علاقة صداقة وود كبيرة جدا. اتصل بيا في يوم قال لي عايز 15000 جنيه بسرعة جدا عشان خاطر انا والدتي في المستشفى. وانا الصراحة كنت واثق في الشخص ده جدا لان احنا اصحاب بقالنا اكتر من 3 شهور او 4 شهور. اخذ الفلوس وفص ملح وداب، انا ما اعرفش عنه اي حاجة تاني. فالنصاب عنده طول بال، عنده خطة، عنده استراتيجية، غير الحرامي خالص اللي بياخد منك حاجة ويطلع يجري. أما صاحبنا التاني الحرامي ده هو مش محتاج غير ثانية واحدة بس عينك تغفل عن حاجة. يعني ممكن انت تبقى قاعد في القهوة بتشحن الموبايل بتاعك، تبص كده ما تلاقيش الموبايل، خلاص الموضوع انتهى. هي بصة بس، هو قاعد في الترابيزة اللي جنبك مستني عينك تغفل عن الموبايل ثانية واحدة بس، خلاص الموضوع انتهى. انت عندك مكان مثلا بتبيع فيه منتج، تلاقي اتنين دخلوا، واحد عمل شوشرة جامدة جدا وعمل دوشة ومش عارف ايه، والتاني سحب حاجة من مكانه وطلع. فأول حاجة حاول على قد ما تقدر ما تتعاملش مع حد غريب خالص نهائي، حتى لو حد وقفك طلب منك خدمة. أي حد وقع في الأرض أغمى عليه مش عارف حصل له إيه، حاول على قد ما تقدر لو أنت مش شايف الموقف بجد ولو أنت مش شايف الموقف صح، حاول على قد ما تقدر تروح تقف. أي حادثة يا باشا ما تقفش تتفرج، بتتفرج على إيه؟ ده أسهل وقت حرامي بيسرق فيه، أهم وقت يعني أقوى ثروة عند حرامي الحتة اللي أنت واقف بتتفرج فيها على حادثة، على حاجة، على حد واقع، على مش عارف إيه، هو واقف جنبك بيلم محافظ وشكرا اختفى. هتبص هتطلع منها مش هتلاقي نفسك. فحاول على قد ما تقدر ما تتكلمش مع حد غريب انت ما تعرفوش، ما تنساقش ورا اي حد يكلمك من على الانترنت بيقول لك انا جايب لك فرصه كويسه، انا عامل لك مش عارف ايه، ما تنساقش وراهم خالص. ما تنساقش ورا اي حد بيحاول ان هو يقنعك بحاجه بشكل ملح وكبير جدا. ما تطمعش، لان لو كانت الحاجه دي خير ما كان عملها لنفسه وكان خلصها له هو. اخر حاجه حابب انبه عليها في الحته دي كويس جدا، ان في موضوع منتشر كبير جدا على السوشيال ميديا. واحد بيطلب بنت موديل او بنت بتطلب بنت موديل، وبتكون بنت بجد ما بيكونش واحد، او هي بتكون شبكه، خلينا متفقين. ويقول لك انا عايز بنت موديل تكون مواصفاتها كذا ومش عارف ايه. طبعا بيقدم الاف البنات، لان كل البنات دلوقتي عايزين يبقوا بلوجر وموديل. هم خلاص كل تفكير الجيل اللي طالع ده انا عايز ابقى بلوجر وموديل. فهم بيلعبوا بقى على الحته دي، يبتدي يطمعك، يوريكي شغل هو عمله او شغل هو ما عملهوش، يبتدي يوريكي مش عارف ايه، طب صوري لي صوره لحضرتك. يبتدي الموضوع معلش انا عايز اشوف جسمك لان انت هتصوري منتج معين، انا ما بقولكيش صوري نفسك وانت مش لابسه حاجه، لكن لا صوري نفسك مثلا وانت لابسه بادي ضيق او حاجه زي كده، معلش من الجنب، معلش وريها لي من ورا. يبتدي ياخد تفاصيل عنك. وللاسف والله 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 قد يكون الموضوع مثلا بالنسبه لك وانت بتسمع ايه ده، ايه الهبل ده، هو في حد هيبعت؟ للاسف الشديد والله بيبعتوا كتير جدا. ودول بيكونوا نصابين وبيكونوا حراميه وما بيكونوش فعلا ليهم اي علاقه بان هم مكاتب كاستنج او مكاتب ليها علاقه بالموديل او حتى مكاتب ليها علاقه بالمنتجات. فكون ان انت بتعمل فيديوهات كتير او ان انت بدات تتشهر على التيك توك او على اليوتيوب او ايا كان ايه هو، وجا حد يكلمك في حاجه، خليك حذر 100%، لان ده بشكل بديهي كده او بشكل طبيعي ده شخص نصاب داخل ينصب عليك. حاول على قد ما تقدر تشغل مخك شويه، وما تنساقش ورا حته الاعلانات اللي بتيجي على طول. احنا محتاجين ممثل مش عارف سنه من كام لكام، محتاجين شاب مش عارف من ايه لايه يعمل اعلان، ما تنساقش ورا الحاجات دي تماما. شركات كبيره جدا بيتلعب باسمها من ورا ظهرها، وممثلين ومنتجين بيتلعب باسمهم من ورا ظهرهم. تعالى انا عايزك معايا عشان خاطر تعمل الفيلم الفلاني، بس والله لازم تدفع مش عارف كام.
اصل دي تصاريح دخول مدينه الانتاج الاعلامي. مدينه الانتاج الاعلامي ملهاش تصاريح دخول فلوس، وانا بقولها اهو، ملهاش تصاريح دخول فلوس. الكارنيه بتاع النقابه بتاع التمثيل او الكارنيه بتاع النقابه بتاع الاعلام انت اللي تروح تعمله. ما ينفعش حد يكون مفوض عنك، ما ينفعش حد يقول لك انا هعمل لك كارنيه نقابه ان انت تبقى ممثل او كارنيه نقابه ان انت تكون اعلامي. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، واشوفكم في حلقات جايه كتير في برنامج عقل وقلب. خليك حذر وخلي بالك من نفسك. جوه كل واحد فينا صوتين بيتخانقوا، صوت العقل بيقول لك فكر، خطط، استنى، والقلب عايزك تفكر دلوقتي. والسؤال اللي هيطاردك دايما، لو سمعت عقلك هتخسر قلبك، ولو سمعت قلبك هتخسر حياتك. في برنامجنا هنعرف ندمج ما بين العقل والقلب ونطلع احسن نتيجة.